أسماء غريبة في الدوري المصري الجزء الثاني. لاعب رقم 11 وهو من بترول أسيوط، اسمه جوجوا إيجيجي. يعني أتمنى أكون بقول الاسم صح. جوجوا إيجيجي. تاني لاعب برضه من بترول أسيوط، وده لما تيجي تقوله مرة واحدة كده، اسمه إيه؟ تيشيبوندي. 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 والتالت بقى وهو من غزل المحلة، اسمه إيه بقى؟ اسمه محمد أرموشة. محمد أرموشة. يعني إيه؟ والرابع معانا وهو من منتخب السويس، اللي هو بتروجيت حديثا ده، اسمه ايه بقى؟ فريدي مايكل كوبلين. فريدي مايكل كوبلين. انا علاقتي بالكوبلين ده اللي هو بتاع العربية، هو ما بهزرش والله، ما اعرفش يعني ايه كوبلين. كوبلان. كوبلان. ما علينا. واللاعب التاني وهو محمد هشة من بترول اسيوط. محمد هشة او محمد هشة، الله اعلم بتتنطق ازاي. سادس لاعب بقى في القايمة وهو معروف من زمان في مصر يعني، وهو أحمد بحبح من منتخب بتروجيت السويس ده. وطبعا حبيب الملايين كلها، دودو الجباس، أشهر من نار على العالم. دودو الجباس في بيراميدز طبعا، عامل عقد معاهم مدى الحياة. واللاعب التامن معانا برضو من منتخب بتروجيت السويس، وبصراحة مش عارف أقراه، يعني هو فيزا أحمد، أو يعني أنا أقولها فيزا أحمد. فيز أحمد، ما مش عارف، يعني مش عارف أقراه. فيز احمد. فيز. ماشي. اللاعب قبل الاخير في الجزء الثاني من بترول اسيوط، وهو الابي فولارين سلام. غريب جدا اسم سلام ده. الابي فولارين سلام. ايه علاقة ده بده؟ الابي الابي فولارين سلام. ماشي. واللاعب رقم 10 والأخير في الجزء الثاني، وهو برضو من بترول أسيوط، وهو عبده كشكش. عبده كشكش. استنونا في الجزء الثالث من أسماء غريبة في الدوري المصري.